الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنقدم فيديو، والفيديو النهاردة غير أي فيديو بقدمه. النهاردة فيديو تعاون بيني وبين قناة وصفات لجمالك بأبسط الوصفات. هي قناة متخصصة في وصفات مجربة ومتأكدة من نتيجتها 100%، لأن صاحبة القناة دي هي خبيرة تجميل، حبيبتي مريم يحيى. يا ريت تزوروا القناة بتاعتها وتشتركوا فيها، هي قناة ممتازة. القناة دي كلها وصفات للتجميل، وانا عن نفسي جربت منها اكتر من وصفة وكلها اكتر من ممتازة. فيا ريت تروحوا. انا بكلم كل الناس اللي بتتابعني وكل الناس المشتركة عندي، يا ريت تروحوا وتشتركوا في قناتها، لان قناتها اكتر من ممتازة. والنهاردة هيكون فيديو بيني وبين مريم. مريم هتعمل لكم فيديو تجاعيد الجبهة، وانا هعمل لكم النهارده فيديو الكسكس المصري اللي كتير منكم طلبوه مني، وخصوصا حبايبنا في ليبيا. كان في اكتر من بنوته صغيره طلبت الفيديو دوت، فمعلش ان انا اتاخرت عليكم فيه. فان شاء الله يا رب النهارده اقدمه لكم بكل سهوله، وتفضلوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي تاني خطوه لينا. جبت الدقيق، انا جايبه كيلو دقيق من اللي هو دقيق الحلويات، تمام. وحللته كويس عشان لو في اي اتربه او اي حاجه تانية، ومقدار ميه وحبه ملح. ده كل المكونات اللي انا بستخدمها في الكسكسي. ادي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. حطينا الملح، ببدا اقلب الدقيق. ولازم في الكسكسي بالذات انت بتبقي غاسله ايدك طبعا كويس، لان بيبقى شغلك 3/4 بايدك. احنا بنقدم الكسكسي بالطريقه المصريه الاصيله. انا دلوقتي حطيت حبه ميه صغيرين، ببدا ابرم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. باخد حبه تانية وببدا برضك في ناس بتعمله على الكبه، وفي ناس بتعمله باكتر من طريقه، بس هي ديت الطريقه اللي احنا اتعلمناها من اجدادنا، وامهاتنا اتعلمتها من امها، وامي علمتهاني. فهي دي الطريقه اللي احنا متعودين نعملها في مصر، وهي ديت الطريقه اليدويه. معرفش، انا جربت قبل كده ان انا اكلتها عند ناس بالكبه وكده، معرفش، حسيت انها مش حلوه وكل حاجه، بس مش بنفس جمال الطريقه اليدويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه اي اكل انت بتعمليه، تقعدي تسمي الله وتقعدي تقري برضه القران عليه، لان الحاجه دي بتخلي في الاكل جمال سبحانك يا ربي، وبتخلي فيه بركه. انا بقعد ابرم، ما بحطش ميه كتير، هي حبه ميه انت بس بتلمي بيها الدقيق معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبداي تبرمي كده. في اي حاجه في ايديكي بتشيليها عشان الدقيق كله ياخد من الميه نفسها. هسيبكم شويه لغايه لما نبدا اوريكم النتيجه بعد كده.
وكده بعد ما قعدنا نبرم في الدقيق بالميه ماشي، بيبقى لون الدقيق بيتحول من اللون الابيض الشاي للون السكري. بصوا بتحسي كده ان الحبايه في ايدك، ان الدقيق في ايدك زي الحبايه المخرزه. بعد كده بننتقل للمرحله الثانيه. اتفضلوا معايا في المطبخ. دلوقتي جبنا حله عاديه وملينا اكتر من نصها ميه وحطيت فيها مصفى ماشي، وادي الغطا بتاع الحله انا بغطي بيه المصفى. دلوقتي هعمل حاجه، انا ببقى محضره عندي قماش قطن، بغطي طبعا العين عشان البشره بتاعتي ما تنفعش ماشي، وبجيب الكسكسي بتاعي بسم الله وبنزله في حته القماش اللي هي البته بتاعتي دي او القطن دي، انا مخصصاها للكسكسي كمان ماشي عشان تبقى نظيفه. وبروح مقفله اهي كده، لازم بتكمرين بالغطا اهي وقفلت عليه، وبعلي العين بتاعتي عادي لمدة 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير قوي على حسب قوة العين، قوة النار بتاعت العين بتاعتك، وهنشوف النتيجة بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بفتح بالراحة على الكسكسي بتاعي وببص، اول ما بلاقاه بالمنظر ده خلاص بدأ ياخد الخرز بتاعي بشيله من على النار. وكده بعد ما شلته من الحتة القماش بتاعتي ماشي، قعدناها على البوتاجاز ربع ساعة. هنيجي فردناها اهي في الصينية بتاعتي، وسبتها شوية لغاية لما الحرارة تخرج منها، طبعا لان تبقى خارجة من على النار انت ما بتتحمليش درجة الحرارة بتاعتها، فبتسيبيها شوية في الصينية بتاعتك. وبعد كده اهوت بتبدأي تسقسقيها تاني بالمية اهي، تنزلي المية كده بترشرشيها بالراحة، ما بتكتلهاش في مكان واحد اهي. وكده خلاص الكسكسي بتاعي بدأ يظهر اهي، الحباية مخرزة وجميلة. وهنروح نردها فين؟ في حتة القماشة بتاعتي البيضة اللي على الحلة اللي فيها المية اللي بتغلي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وكده الكسكسي بتاعي استوى. نعرف بقى استوى ازاي؟ تيجي على جنب كده وهتعملي كده، لو طبل معاكي يبقى كده استوى. اول ما تفتحي عليه هتبصي تلاقي مفيش دقيق ولا حاجه، كله بقى لونه اللي هو اللون السكري. ودلوقتي هوريلكم المرحله اللي هي اللي قبل الاخيره. اتفضلوا معايا. وده كده الكسكسي بعد ما طلعته من حته القماش من حمام البخار بتاعه، وادينا اهو بنزل الجزء اللي هيتقدم. شايفين؟ طبعا انا خلصت الكميه كلها، وهوريكم الطبق بتاعي في المرحله الاخيره بتاعته في مرحله التقديم. ده شكل الطبق بتاعنا في الاخر بألف هنا وشفا. وانا زينته، وانا بحب الكسكسي يكون مسكر، فطحنت له سكر عندي وزوقته بالفول السوداني، وده شكله النهائي. وطبعا بالنسبه للناس اللي بتحبه حادق بألف هنا وشفا. برضك بتحطي له السمنه، وفي الاخر انت بقى بتحطيه جنب اللحمه وجنب المرق، وبألف هنا وشفا. وكل عام وانتم بخير ومع السلامه.